مفيش جديد. اللي حصل طبعا هتافات من الجماهير ضد مجلس الاداره وضد صلاح الناهي المدير الفني لغزل المحله، بان هو بيتهموا صلاح الناهي بان هو جاب لعيبه فاشله لغزل المحله. كابتن مدحت، انا في حديثي معاك لن ابرئ الجماهير، ولكن اتحدث معك في ان الجماهير بتتكلم في ايه؟ ان محمد عبد الله سموحه مشته، ابراهيم مرزوق سموحه مشته، احمد سنبل الاتصالات مشاه، حسن عوض الاتصالات مشاه، اسلام عصام صيام الشمس مشاه. ده لسه الاسبوع الاول يا عزمي، ده لسه الاسبوع الاول يا عزمي. يا كابتن مجدي، بعد اذن سيادتك، الجماهير تقصد ان اللعيبه ديت الانديه استغنت عنها فجت غزل المحله. يا كابتن محمد، ما هو في نقطه برضه، على قد الحفك مد رجليك. النهارده هو غزل المحله قادر ماليا ان هو يجيب لعيب، معلش مع احترامي لكل اللعيبه وكل الابناء اللي انضموا لغزل المحله السنه دي. تعالى يا محمد يا عزمي نعد مع بعض كام لعيب من ابناء غزل المحله موجود في الفرقه. ابراهيم فرج، عمرو رمضان، هاني عبد الله، هشام ابو خليل، محمود صبحي، احمد مجدي، رضا متولي. الا يكفي ان 7 لعيبه اساسيين من غزل المحله يبداوا المباراه يكونوا محل ثقه لجماهيرهم؟ وبعدين فين فلوس غزل المحله يا كابتن محمد؟ ما احنا لازم برضو نتكلم كده ونتكلم كده، لازم نفهم الجمهور يا محمد، لازم يا محمد نفهم الجمهور. فلوس صلاح سليمان حتى الان ما وصلش منها جنيه. لا طيب. الموضوع ده يا محمد، خلينا دعنا نتحدث عن المباراه وهزيمه غزل المحله. اولا فريق المصري السنه دي بشكل جديد، وفريق في منتهى القوه، وفريق يحترم، وفوز المصري بالاداء اللي اداه النهارده هو فوز طبيعي واداء قوي لفريق المصري، وليس ضعف من فريق غزل المحله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه لا نحكم على اي فريق في الاسبوع الاولاني، لا على المصري ولا على الاهلي ولا على المحله ولا على اي فرقه. ما نقدرش نحكم حكم نهائي. احنا بنتكلم على مباراه شفناها النهارده لم يكن فيها فريق غزل المحله موفق، بل بالعكس. يعني اعتقد ان الجماهير لو التفت حوالين هؤلاء اللاعبين واديتهم ثقه، لاعب كره القدم بيساوي ثقه يا محمد. اذا فقد لاعب كره القدم الثقه لن يستطيع العطاء، وبامكانيات قليله ولاعبين لم يكونوا معروفين بيلعبوا في فرق ليس لها جماهير، مثل الشرطه، مثل حرس الحدود، الانتاج الحربي، جماهيرهم قليله جدا، مصر المقاصه جماهيرهم قليله، ولكن بثقه الجماهير قدرت هؤلاء اللاعبين انها تثبت وجودها ويرتفع مستواها وتصل الى نتائج طيبه. مش ممكن يا محمد من الاسبوع الاولاني هنبدا في النقد، لابد ان احنا. اتفضل. الكلام اللي قلته الاول على لسان جماهير غزل المحله، هو بينقل لكم الصوره تمام يعني. ما احنا برضه عايزين نفهم جماهير غزل المحله يا كابتن مدحت. طبعا. ولكن يا كابتن مجدي، الكلام اللي سيادتك بتقوله واللي الكابتن ابراهيم بيقوله، الكلام ده انا سجلت مع الكابتن عمر عبد الله والكابتن محرز والكابتن حنفي إليه، قالوا نفس الكلام اللي حضراتكم بتقولوه، لازم يصبروا على الفرقه تمام. الكلام اللي اتقال باللفظ. طب قول لي يا محمد، الطوب اللي نزل من منطقه وسط الملعب بس، ولا هناك اماكن اخرى غير اللي احنا شفناها على الشاشه؟ من منطقه وسط الملعب، منطقه خلف مرمى ابراهيم فرج في الشوط الثاني. ودي بيشغلها جمهور ايه؟ وده بيشغلها جمهور الدرجه الثالثه، اللي هو الالتراس يعني؟ لا يا كابتن، جمهور الالتراس النهارده كان ملتزم التزام تام. ده الجمهور العادي، يعني ده الجمهور العادي. الجمهور العادي، الجمهور الطبيعي. وتقريبا الناس اللي قذفوا الطوب، الشباب اللي كان موجود ده، كم واحد قذف طوب؟ ممكن يكون يا كابتن كل اللي انت شفت في الملعب بالظبط. حتى الكابتن العميد مجدي المالكي هو جايبهم 6 طوبات، يعني لا يقل عن 4 أشخاص او 3 أشخاص مدسوسين اكيد. يعني هم مجموعه افراد، لكن كان واجب، واحنا برضو هنا بنستثمرك وانت معانا، ان زي ما قالوا الكباتن الجماهير تفهم، كان واجب المحيطين بيهم يمنعوهم. صح كده. كان لازم المحيطين، لانه هذا الامر يسيء زي ما قالوا الكباتن لجمهور المحله. وكمان في نفس الوقت من المؤكد هناك عقوبات رادعه من لجنه مسابقات، لانه هذا مظهر لا يليق. تلت ساعه تقف المباراه، والمباراه تتنقل على الهواء والدنيا كلها شايفاها في كل مكان. واحنا كمودرن سبورت بفضل الله الاكثر مشاهده في الوطن العربي كله شافوا هذا المشهد، واحنا نقلنا عشان خاطر عيون جمهور غزل المحله ونفتتح معاهم. لا شكر على واجب، لكن في النهايه لم يصدروا لينا الصوره الطيبه اللي احنا تمنيناها، وانا بسميهم كارهي
غزل المحله وليسوا يا كابتن محبين مدحت، من اطلاقا. المفترض ان المباراه لا تقف اكثر من ربع ساعه. بالظبط. هناك مجامله صارخه النهارده صحيح. في ان المباراه تقعد 19 دقيقه. لا قبلها يا كابتن كمان. لا احنا ده بنتكلم قبل على 19 ان دقيقة. لازم تتوقف. يلغي. لازم يلغي لازم يلغي المباراة. 19 دقيقه المباراه ما طب لو اتلغت بالظبط. معنى الالغاء خش في عقوبات اكتر بالظبط. وخش في عقاب للفريق اكتر. نعم. ما ينفعش. بس انا دقيقه واحده يا محمد، انا شايف ان الحقيقه كابتن محمد فاروق تعامل مع الموقف بحكمه قوي. اتفقنا انا واحنا متفقين وكابتن معاك يا مدحت كابتن. صحيح وكابتن يا مجدي كابتن على ان الموقف كان امني اكتر منه مظبوط. مباراه في كره القدم مظبوط. يا محمد. مظبوط. فكان وضع طبيعي جدا ان هو يعني احنا قاعدين عمالين نقول ايه يا رب ينهي احنا مش عايزينه يلغي، لان المساعد مش عارف يقف مكانه. مظبوط يعني وهو في اصرار على عدم تكمله المباراه. بالظبط. يعني انا شايف ان الموضوع خارج عن اطار الرياضه شويه. يعني خارج مظبوط يعني يا كابتن ابراهيم. كلنا عارفين واحنا مش بعيد عن الوطن وبنتكلم بمنتهى الشفافيه يا كابتن مدحت. صحيح. ان غزل المحله بتعاني من حتتين مهمين قوي. اولا الناحيه الاقتصاديه. كلنا عارفين ان غزل المحله بتعتمد على المصانع يا كابتن مجدي اللي موجوده. نعم. وطبعا في ضيق شويه نتيجه في كساد في هذه المصانع. بالاضافه للناحيه السياسيه برضو، يعني برضو هم القصه كلها الواحد لما بيبقى مشحون المفروض يعتبر كره القدم دي متنفس. مظبوط. يعني شوف حضرتك ده ايمن سعيد اهو. على فكره ايمن ابن شيلوا يا جماعه، شيلوا اللي محطوط على الشاشه تحت عشان الناس تشوف. مش ايمن سعيد ابن المحله. ابن المحله. مظبوط احد لاعبي طبعا غزل المحله السابقين. وشكله حزين يعني هو مع النادي المصري دلوقتي. انما عايز اقول ان دول قله فعلا، لان لو في زي ما بيقولوا تربص يا كابتن مدحت. نعم. كان الجمهور كله. لا مش الجمهور. لكن الحقيقه لا هم زي ما انت حضرتك بتقول مجموعه 10 15 واحد مصممين. مظبوط. على ان هم يفسدوا. لو جاب المدرجات هتلاقي ناس من الجو. الجماهير واعيه عماله تقول لهم بلاش اسكتوا. ناس بتوجههم. لكن مش ممكن يكون القله دول هيتحكموا. قول يا عازم. كابتن مدحت التراس محلاوي هي المجموعه اللي كانت خلف ابراهيم فرج في الشوط الثاني، والمجموعه اللي هي في الدرجه الثانيه اللي احنا سجلنا معاهم في مودرن عندنا اللي هم عوينه والناس ديت كانوا بيشجعوا الاخر دي وقالوا ايه، كانوا يقولوا ايه لسه بدري يا محله العب، او هتاف بيقولوه على طول. اي جمهور في المدرجات. حاجه ثانيه يا كابتن بعد الماتش مباشره احنا نزلنا كاميرا مودرن سبورت الوحيده اللي نزلت سجلت مع الكابتن صلاح الناهي. نعم. الكلام كالاتي: يا محمد يا عزمي انا بشتغل في جو ارهاب، انا ما عدتش هاجي هنا، انا خايف على نفسي، البلد ما فيهاش امان. اللي بيحصل ده انا في تربص ضدي، وقلب اللفظ كاميرا مودرن سبورت مسجله الكلام ده كله. قلت له معنى كلامك ان من الان صلاح الناهي ليس مديرا فنيا لغزل المحله النهائي. هذا الكلام على لسانه. طب كويس، ده خبر جديد ده. حاجه كمان الكبيره اللي قالها يا كابتن بس متوقع. وانا بسجل معاه الجمهور بيضرب خلف المقعد اللي هو قاعد عليه، قال لي شوف يا محمد انا عايش في ارهاب. اللي قلت له مين اللي محرض الناس دي عليك؟ قال بعض مدربين المحله الفشله. قال باللفظ كده يا كابتن مدحت. أيوه. قلت له ازاي تقصد هذا الكلام وان عمر عبد الله ومحرز وحنفي هليل وكذا وكذا؟ قالوا لازم نقف جنب صلاح الناهي. قال انا لا اقصد هؤلاء النجوم، الكثير يعلم من هو. مين ما يقصد مين يا محمد؟ بيني وبينك يا كابتن مدحت هو بيقصد طبعا الله اعلم، طبعا الكابتن محمد فايز حبيبي وصاحبي وصديقي. محمد ايه؟ محمد فايز. محمد فايز. ليه؟ لان فايز مسك على الورق 48 ساعه ومسكت الفرقه. صح. وهم نادي غزل المحله استجابوا لمسائل انوار يا كابتن، لان احنا من سنتين بالنادي بقيت مسائل انوار عندنا ان لما يمسك من الفرقه ومشرف عام عليها يبقى راجل كروي. بس عايز اقول حاجه، يعني هل الكابتن محمد فايز قال لل 10 15 واحد دول ارموا طوب؟ مستحيل. طيب ولكن ده يقصده صلاح النهائي يا كابتن. هو يعني بيساله يقصد مين فهو بيقول لك. اوكي لكن هو ما عملش طبعا. انا افهم هو عايز يقول ايه ونزلت عليه جري عشان كده واحدين مسجلنا معاه. طيب يعني كابتن صلاح الناهي طب الاتوبيس المصري اتكسر. ما انا هقول لسيادتك الاتوبيس مش جماهير المحله، ده في جريمه حصلت النهارده. اللي حصل يا كابتن مدحت احنا خارجين من الاستاد، طبعا اللي هو مصطفى باز مدير الامن طبعا نزل وكلم الجمهور والجمهور سكت وتوكلت على الله وكل واحد راح لحاله. اللي حصل يا كابتن بعد المباراه احنا خارجين من الاستاد لقينا في فزع وضرب نار في المحله. ده مش الجماهير مستحيل. يبقى لقينا في يا كابتن في قريه اسمها ميت عساس بجوار مركز سمنود غربيه، ان في مجموعه من البلطجيه سرقوا منها 4 مواشي وحملوهم في عربيتين ورا بعض. اهالي القريه دول فلاحين فبيجروا ورا العربيات
على اساس يحوش الناس اللي سرقت المواشي، فعدوا على كمين اسمه كفر العرب، ده كفر العرب ده الفاصل بين الدقهليه والغربيه. البلطجيه ضربوا نار على العساكر اللي في الكمين قبل ما يوقفوهم، مات 2 عساكر من الدقهليه وتعور ضابط هو الان في الاسم. الناس الواعيه بقى اللي هم اهالي القريه اتصلوا بالنجده، فطبعا من سوء حظ البلطجيه ان هم لفوا عشان يدخلوا المحله تاني، لو مش عارفين الطريق اكيد او هم مش من هنا خالص اكيد. حصل النجده جت وجي الشرطه وجت الجيش يا كابتن مدحت وضربوا طلقات نار. احنا كنا واقفين شايفين المنظر، احنا كنا خايفين احنا اي طلقه تيجي علينا. النار بدات تضرب يا كابتن مدحت في اي اتجاه، اللي هم تمكنت قوات الجيش من ضرب النار عليهم وعوروا واحد فيهم في رجليه. طبعا التاخد ده هيقول على الباقي كله. وكان لسه في بلطجيه بيضربوا على عميد وعلى عقيد، كانوا بيضربوا بمار وكلام من ده. قدروا ان هم برضه يموتوا الاثنين بلطجيه دول يا كابتن مدحت، لانهم عملوا النهارده حاجه غريبه في المحله يا كابتن مدحت. اللي حصل بقى اتوبيس المصري اتكسر ازاي؟ انا حتى كلمت غندر يتاكد من الاداري عشان لما وصل المعلومه وصلها صح. هم ذات نفسهم المصري البورسعيدي بيقول دول مش جماهير المحله، لان المصري وهو طالع الجماهير المحله بدات تقول هلا هله المحله يجي كله، المصري يجي كله، بدا يشجعوا. هو احمد الشناوي قال كده، احمد الشناوي حارس المرمى كويس، يعني قال ان احنا طلعنا جمهور المحله بيشجعنا، بيشجع النادي المصري كويس. وهتفوا الكامل ابو علي يا كابتن، بينادوا الكامل ابو علي ان هو عامل منظومه صح وان هو بيصرف وان هو وعمر ما يكون ده جمهور المحله. ثاني حاجه انا بعد الماتش كلمت المرسي وعوينه وقلت لهم يا جماعه ده اللي حصل. قالوا محمد ما انت كنت واقف محجوز زيك زينا. امال مين اللي اعتدى على الاتوبيس؟ اعتدى على الاتوبيس يا كابتن زي عشرات الاتوبيسات اللي اتكسرت النهارده، ومنهم بعض العربيات اللي كانت خلفي. في ناس بقى ماسكه طوب وبيطلعوا بيجروا عشان يجروا هم كمان ورا البلطجيه. المفروض الامن بيحوشهم عشان ما يتضربوش بالنار. بدأ يضربوا في كل العربيات، مفكرين دي العربيه، يبص عربيه بعدها يفكروا دي العربيه اللي فيها البلطجيه. يعني هو اكيد هيبقى محل تحقيق طبعا. لكن في النهايه هذا امر لا يليق وبدايه غير طيبه لجماهير المحله، وبنقصد بيها هنا المجموعه اللي عملت هذه المشكله. ما كنا نتمنى اطلاقا ان ده يحدث، ونتمنى ان شاء الله بعد قرار لجنه المسابقات وعندما تعود الكره الى ارض المحله مره ثانيه الجميع يفهم انها كره قدم وانها رياضه، ما هياش حرب، احنا ما بنلعبش حرب. اشكرك يا عزمي. محمد عبد الله لاعب غزل المحله طلب مداخله. مساء الانوار يا محمد، اتفضل. مساء الخير يا كابتن مدحت. اهلا بيك يا